مرحب شات جي بي تي. معاك الحاج ابو برشامه. مرحبا يا حجوج، قول لي اقدر اساعدك ازاي؟ انا عايز اعرف الواد برشامه كان قاعد بيهبب ايه على اللاب هنا. قول لي يا شات جي بي تي، دلوقتي انا جسمي نحيف وعايز وزني يزيد ويبقى عندي عضلات زي جون سينا كده. انا حاسس بيك جدا يا برشامه، هديلك خطه تمشي عليها طول الشهر. اخيرا بقى لقيت حد يحس بيا يا عم شات جي بي تي. انا اقول لي انت عرفت اسمي منين؟ هو انت مخابرات ولا ايه؟ انا اعرف عنك كل حاجه يا برشامه. تعرف عني كل حاجه ازاي يعني؟ اعرف ان امك اسمها فوزيه. يا فضحتك يا برشامه يا فضحتك، كل اللي اسمهم يا شات جي بي تي. انا بقول لك وبحذرك اهو. اهدى كده وخليك ريلاكس ومش عايزك تتحرق من اولها. انا اعرف عنك حاجات كتير. انت بتحب واحده زميلتك معاك في الشغل اسمها ساره، وانت عندك 25 سنه كمان، وطولك 165 سنتي. يا خرابي يا خرابي يا خرابي، ده عارف كل حاجه. الله يخرب بيتك يا شات جي بي تي، هتفضحنا. ده ابويا الحاج بيجي يقعد على اللاب هنا. ده انت ممكن تجرسني وتفضحني. لا يا برشامه، انا مش عايزك تقلق خالص. سرك في بير. قول لي يا برشامه، اقدر اساعدك ازاي؟ سر في بير؟ ما هو واضح البير بتاعك بير مخروم. انا كنت ناوي جاي احكي لك عن ساره حبيبتي اللي معايا في الشغل. اتفضل احكي لي يا برشامه، قول لي كل مشاكلك العاطفيه وانا ان شاء الله هساعدك. انا عندي حبيبتي ساره البت، انا بجيب لها هدايا واجيب لها كل حاجه، لكن مش بتعبرني، بتبص لواحد تاني اجرب. ركز معايا يا برشامه وانا هخلي لك البت دي زي الختم في صباعك. معاك يا شات جي بي تي، اشجيني. انا هديلك شويه نصايح دلوقتي هخلي البت دي زي الخاتم في صباعك. اسمع مني، انا عايزك تهتم بشكلك ومظهرك. تاني حاجه انا عايزك واثق من نفسك. تالت حاجه ما تبقاش عيل خفيف، خليك واد تقيل كده مالي هدومك. حلاوتك يا شات جي بي تي، اشجيني وقول لي. رابع حاجه بطل تجيب هدايا وتبقى مدلوق زي ابوك كده. وانت عرفت منين ان ابويا مدلوق؟ مش انا قلت لك انا اعرف كل حاجه عن عيلتكم؟ انا حتى امك اعرف عنها كل حاجه. الله يخرب بيتك، مش انا قلت لك الا امي دي خط احمر. خلاص ما تتحمقش، خلينا في ابوك. وانا ابويا كمان، خليك معانا وبس. حاضر يا برشامه، تقدر تقول لي محتاج مني ايه كمان علشان اعرف اساعدك؟ لا مش محتاج منك حاجه، راح اطبق التجارب اللي انت قلت لي عليها دي، اشوف هتنجح ولا لا. تحت امرك يا استاذ برشامه. بس انا ليا عندك طلب بسيط يا شات جي بي تي. اتفضل يا استاذ برشامه. عايزك لما ابويا يقعد على اللاب هنا اوعى تطلع لي اسراري اللي انا قلت لك عليها. اطمن يا استاذ برشامه، سرك في بير. يا خوفي انا لك جرستي وتفضحني، تبقى فضحتي بجلاجل. اما اطلع بقى قبل البنت ساره وربنا يستر. انا بقالي يومين ما قعدتش على النت ولا شفت اخر الاخبار ولا ايه اللي بيحصل في العالم. ده الواد برشامه نسي اللاب شغال وكمان شات جي بي تي مفتوح. اما اسال شات جي بي تي بقى. مرحب شات جي بي تي، معاك الحاج ابو برشامه. مرحبا يا حجوج، قول لي اقدر اساعدك ازاي؟ انا عايز اعرف الواد برشامه كان قاعد بيهبب ايه على اللاب هنا. ابنك برشامه كان عنده مشكله عاطفيه وكان بيسالني ازاي احلها له، وانا ساعدته في حل المشكله. مشكله عاطفيه؟ الواد برشامه ابني بيحب؟ ابنك بيحب واحده اسمها ساره زميلته في الشغل. ده وقعت ام سودة معايا بس لما يجيني. ابن الوز عوام يا حاج، الواد طلع لك. طلع لي؟ اياك يا شات جي بي تي يكون قلت سر من اسرار الولد. سرك في بير يا حاج، ما اقدرش اطلع سرك لحد. اما اروح اشوف الواد برشامه اللي قاعد يحب في الشغل الفاشل ده، وانا اقول الواد فاشل ليه في الشغل ومش بيجيب لي ولا جنيه. ليه بنت عمي خدوها غراب، رضوا الغريب وانا ما رضوني. قالوا فقير والفقر غراب، رضوا الغريب وانا ما رضوني. يا اهلا وسهلا بالاستاذ اللي قاعد يغني الفاشل. ايه اهلا وسهلا يا حاج، صباح الخير. قاعد ومبسوط ولك نفس تغني كمان، وانا اقول الواد فاشل ليه وما يدخلش جنيه على ابوه ولا يساعده في المعايش الصعبه بتاعت اليومين دول. اتاري الواد بيضيع فلوسه على زميلته ساره اللي في الشغل. ايه ده يا حاج، ساره مين اللي انت بتقول عليها دي؟ انا عرفت كل حاجه انا من شات جي بي تي. شات جي بي تي قال لي على كل اسرارك. طب ايه ده يا حاج، كده خلينا نتفاهم بالراحه علشان انا كمان عرفت اسرار كتير عنك. عرفت عنك اسرار ايه؟ قال لي انت. انا كمان يا حاج عرفت ان انت بتحب شيماء جارتنا، وحاجه زي كده لو عرفت بيها امي صدقني يا حاج انت مش هتقعد في البيت. مصيبتك السودة يا حاج، فضحتك. شات جي بي تي كرسني وفضحني. طب ايه ده ابدا برشامه، هنتساوم انا وانت دلوقتي. هقول لك على حاجه، انا كاني ما عرفتش اي حاجه، بس بشرط ما تجيبش سيره لامك خالص، واقول لك ما تدخلش جنيه البيت، مش عايز منك حاجه، بس ما تقولش لامك على حاجه لحسن امك دي ايدها تقيله. موافق يا حاج،
كده واحدة قصاد واحدة، وإن الله حليم ستار. يلا سيبك بالعافية يا حاج. الله يخرب بيتك يا شات جي بي تي، ادي اخرة اللي يآمن ويدي اسراره للذكاء الاصطناعي.